صباح الفل او يا مساء الفل على عيونكم يا احلى اخوات في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، شهر الخير شهر البركة. هنعمل مع بعض بقى الفول. طبعا السحور ما يحلاش غير بالفول المدمس. هنعمل مع بعض كمان الطعمية والطحينة الخام. هنعمل شوية تكات وحركات هتعجبكم بإذن الله. انا جبت كيلو فول تدميس، الفول البلدي العادي خالص اللي احنا بنجيبه من عند العطار او العلاف. ومعايا نص كيلو فول مدشوش اللي هو الفول بتاع الطعميه. انا مش هعمل كميه كبيره، انا بعمل كميات صغيره من الطعميه لان الكبه بتاعتي يعني على قد حالها يعني. حطيت بقى على كيلو الفول كوبايه فول مدشوش. الخطوه دي مهمه، بتدي طعم وقوام حلو قوي للفول. طبعا عملت معاكم الفول كتير والطعميه، بس قلت لازما طبعا اشارككم الفول وانا بعمله والطعميه وكل حاجه. هنعمل تكات جديده غير اللي عملناه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. كل سنه وانتم طيبين. هنسيب بقى الفول، انا سبت الفول منقوع من بالليل لغايه تاني يوم الصبح، يعني انا كده تاني يوم الصبح. الفول معايا اهو. بصوا بقى الحبايه كبرت كده، وصفيت الفول الطعميه حطيته في مصفى يصفي. معايا بقى للفول جبت بقى النهارده هنعمله في حله الضغط. السنه اللي فاتت كنت عاملاه معاكم في الحله العاديه خالص. طبعا انت لو مش عندك حله ضغط ممكن تعمليه في الحله العاديه خالص بنفس التكات ونفس الحركات. معايا بقى جزرايه مبشوره، معايا كوبايه عدس، العدس الاصفر. يبقى احنا كده حطينا كوبايه عدس وجزرايه مبشوره، وهننزل عليهم بمعلقتين خل. ما تقلقيش خالص، الخل مش هيغير طعمه. وحطيت معلقه كركم، معلقه بابريكا. البابريكا بتديله لون احمر حلو، والكركم برضو بيخلي الفول فاتح معانا مش غامق. طبعا الخل انا حطيته عشان بيفتح معايا الفول ما بيبقاش غامق. هنا بقى سبت الفول على النار وهنبدأ نعمل مع بعض الطحينة. طبعا اول ما الفول يغلي هنوطي عليه خالص. هنا بقى معايا السمسم، معايا نص كيلو سمسم ابيض مش متحمص، ومعايا كوبايتين دقيق، ومعايا الزيت بتاعي. مش هنحتاج اكتر من كده. والمطحنة بتاعتنا اول حاجة هنبدأ بيها نجيب بقى طاسة كده، نحط السمسم، نخرج منه الزيوت اللي فيه يا دوبك بس يسخن، الزيوت بتاعته اللي فيه تخرج. يعني نحاول ايه نسخنه بس مش ما يتحرقش مننا. تمام كده. انا بقى اديته تقليبتين، وبعد كده هنزل بكوبايتين الدقيق، هديهم برضو تقليبتين ويكونوا جاهزين معانا. هاخد بقى في المطحنه بتاعه الخلاط، المطحنه العاديه خالص، شويه سمسم كده، مش ما احطش كتير عشان يتطحن معانا، وابدا اطحنه في الخلاط بتاعنا. طبعا الخلاط بتاعي بيعرق شويه، معلش رجله تعبان. هبدا اطحنه كده. بصوا طحنت الكميه كلها. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا. الخلاط بقى الكب، انا طبعا الشفشق الخلاط بتاعي بايظ، فادعوا لي بقى اجيب خلاط. اجيب خلاط جديد كده واعمل فيه. بس قلت بقى اعمل في الكبه بتاعتي دي، مش مهم الخلاط، مفيش حاجه هتوقفنا. حطيت بقى معلقتين من السمسم وشويه من الدقيق وشويه من الزيت. الزيت بقى على حسب الكميه، يعني انت هتحطي حبه حبه. حسيتيها تقيله هتزودي زيت، حسيتيها قوامها مظبوط خلاص يبقى كفايه كده. هنزل برضو بشويه من السمسم وشويه من الدقيق وشويه من الزيت. اهم حاجه الزيت بتاعنا يكون زيت نضيف، زيت حلو يعني، ما يبقاش ريحته مكمكمه او حاجه عشان ما يبوظلناش الطحينه بتاعتنا. طبعا انا السنه اللي فاتت كنت عاملاها معاكم بالفول السوداني. السنه دي بقى قلت اغير لكم كده بقى واعملها من غير فول سوداني، اعملها بالسمسم والدقيق ونشوف بقى هتطلع ايه. هي طلعت في الاخر خطيره برضو، سواء بالفول السوداني او من غيره برضو حلوه. طب احنا بنشتري الطحينه من بره. شوفوا سعرها بقى وصل قد ايه. شوفوا النص كيلو بنجيبه من دلوقتي من السوبر ماركت غالي جدا. فاحنا نعمله في البيت ونوفر عشان يبقى كل حاجه موجوده كده لرمضان. طبعا الفول ما يحلاش غير بالطحينه. بابا غنوج بقى عايز طحينه. في حاجات كتيره قوي في سفره رمضان هتبقى محتاجه معانا الطحينه الخام بتاعتنا دي. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها. بصوا طبعا انتوا لو عايزينها اخف من كده هتزودوا الزيت شويه. لسه بقى في كميه تاني برضو، لا هروح اضربها في الخلاط دلوقتي اهو. بصوا خلصتها كلها كده. بصوا عملت شفشه قد ايه. يعني بنص كيلو سمسم عملنا كميه حلوه، وخدنا يعتبر كوبايتين زيت على النص كيلو سمسم. جيب بقى البطرمان بتاعي وافضي بقى الطحينه الحلوه بتاعتنا دي. القوام بتاعها حلو قوي. ونعمل بقى شويه طحينه كده نوضبهم كده بقى عشان شويه، عشان الفول بتاعنا لما يستوي نحط عليه بقى الطحينه والدقه بقى والحاجات الحلوه بقى بتاعتنا اللي هنوضب بيها الفول. هنزل بقى بشويه ميه دافيه خالص، ما تبقاش ولا سخنه ولا ساقعه. نقلب بقى الطحينه القوام اللي احنا محتاجينه. هنخفف الطحينه خالص، حبها بقى تقيله حبها خفيفه دي بايدك وانتي وراحتك. حط بقى عليها ملح، هحط عليها توم باودر، هحط عليها فلفل اسود،
والشطة اختياري، وانزل عليهم بقى بمعلقة خل، وتبقى جاهزة معانا سلطة الطحينة. عايزه اقول لكم بقى الحاجات دي لما تبقى موجوده في البيت وعاملينها بايدينا كده وضامنين نظافتها بتبقى حلوه جدا. كده عملنا بقى بطرمان الطحينه، عملنا سلطه الطحينه، والفول بتاعنا على النار يعني هيستوي وهيطلع زي الزبده وهتشوفوا معايا. نعمل بقى الطعميه. طبعا السحور ما حلاش غير بالفول والطعميه. شفت عمو جمعه قاعد معايا بيساعدني، عمو جمعه هو اللي قال لي على اسرار الفول واسرار الطعميه. قاعد بقى قال لي اعملي كذا واعملي كذا وانا سمعت كلامه. بصوا بقى هنعمل بقى الفول الطعمية. طبعا انا صفيته كويس جدا، اهم حاجة نصفيه من المية عشان الطعمية بتاعتنا ما تفكش مننا. ومعايا حزمة كرات، ومعايا حزمة كزبرة، ما بحطش اكتر من كده، ولا بقدونس ولا شبت ولا الحاجات دي خالص. هي الطعمية كرات وكزبرة، مش اكتر من كده. تمام. وما نكترش الخضرة اللي هي الكرات والكزبرة عشان اول حاجة الطعمية ما تغمقش مننا وما تشربش زيت، عشان في ناس كتير قوي بتشتكي ان هي بتشرب زيت. نزلت عليها بقى بفصين توم كده، بصلتين صغيرين مش كبار برضو عشان الطعمية بتفك بسبب البصل الكتير برضو، دي تاني حاجة. قرن فلفل بقى حامي كده، ده اختياري طبعا، مش حابين تحطوه بلاش. وزي ما قلت لكم ما تكتروش الخضرة، يعني على النص كيلو انا حطيت حزمة وصفاد منها، سبت منها كمان شوية، ما حطيتهاش كلها. طبعا الكميه دي بقى انت عايزه تضعفيها تعملي على كيلو فول، تكتري بقى الخضره، يعني كتري ضعف اللي انا عاملاه. انا عامله نص كيلو بس. جيب بقى الكبه بتاعتي، عندك خلاط عندك مفرمه، اللي عندك اشتغلي بيه. تمام. هنبدا بقى نفرم بقى الطعميه بتاعتنا. لقيناها ما اتفرمتش كويس، يعني معلقتين ميه، ما حطيتش كتير، يا دوبك هما معلقتين، وما تخافيش مش هتفك منك نهائي. وابدا بقى ايه، اضرب الطعميه بتاعتنا كده، اخلطها في الكبه او الخلاط، وهنعمل شويه طعميه تحفه لسحور رمضان. بص لونها خطير خطير خطير. حبه حبه كده، هناخد حبه حبه ونضربهم برضو بنفس الطريقه، ما نكترش عشان ايه، الكبه لو بتشتغلي بالكبه زي حالاتي كده تبقى سهله في الفرم معاكي. طبعا لو عندك خلاط برضو زي ما قلت لكم هينفع في الخلاط زي نفس الطريقه زي ما انا بعمل كده على طول. هنعمل بقى الطعمية للسحور. يعني طبعا انتوا عارفين السحور ما يحلاش غير بالفول والطعمية، بس طعمية البيت بتفرق جامد. عايزة اقول لكم بتفرق جامد جامد جامد، احسن من بتاعة بره 100 مرة. يعني عن نفسي ما بحبش الطعمية خالص اجيبها من بره ولا الفول، احب انا اعملهم في البيت كده. بصوا لونها فظيع. طبعا احنا عمرنا ما نجيبها من بره كده بالنظافة والحلاوة والطعم، خطيرة بجد. هنزل بقى شويه ميه كده زي ما انتوا شفتوا عشان تتضرب معايا كويس، ما بكترش الميه نهائي. اخلص بقى الكميه دي كلها كده بنفس الطريقه، ونبدا بقى نحمر مع بعض كام طعميه كده عشان ناكلهم. طبعا ما ينفعش نعمل وما ندقش. كده انا فرمت النص كيلو كله، حطيت عليها الملح عشان الحته دي انا نسيتها اجيبها في التصوير. حطيت عليها الملح بتاعها، ظبطت الملح، بس انا ما بحطش ولا بقى اي حاجه عليها، ولا كمون ولا كزبره دلوقتي نهائي. وجبت بقى طبق فيه عليه شويه كزبره وشويه سمسم عشان نقلي بقى الطعميه، ونسيب دول بقى نفرزهم. هنا بقى الفول كان عدى عليه ساعه بالظبط، ساعه وربع في حله الضغط، وكان طالع زي الزبده. بصوا شكله عامل ازاي، ولا لونه خطير بجد تحفه. عملنا بقى، شوفوا كمية قد ايه من الفول. شوفوا بنجيب كيس الفول دلوقتي من بره بكام، وما بيكفيش، ب5 جنيه حبة قد كده، هو في الكيس ومش هيكفينا في السحور. فليه نعمله في البيت انضف واحسن. جبت بقى طاسة وحطيت عليها الزيت، سخنت الزيت بس ما تسخنوش قوي عشان الطعمية ما تتحرقش مني وتبقى نايه من جوه. خليته متوسط، وانزل بقى بالطعمية. حطيت عليها بقى شوية سمسم كده وكزبرة، وابدا اقلي معانا بقى شوية طعمية كده. اصل ما كانش ينفع، لازم نعملها وندوق، ما ينفعش نشيل بقى للسحور، لا لازم ندوق بصراحة. عايزة اقول لكم الريحة كده واحنا بنحمرها اكننا بنحمر كفتة مش طعمية، بجد تحفة. عايزاكم تجربوها كده وتعملوا الفيل في البيت، ما تشتروش من بره خالص. كل حاجة اعملوها عشان توفروا في الزمن اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه الصعب ده. لازم كل حاجة نعملها في البيت بايدينا كده لولادنا. حاجة اول حاجة بنوفر، تاني حاجة حاجة نظيفة كده وضامنينها. بصوا بقى الطعمية اتحمرت معانا وشكلها تحفة. يا سلام بقى لو عندك رغيف فينو كده. الطعمية طبعا في الفينو حاجة تانية خالص، وبتوديكي في حتة تانية خالص. وشوية بقى مخلل من اللي انا عملته لكم الفيديو اللي فات، وكلي بقى وانسي وادعيلي. هنا خلاص بقى خلصت الطعمية اهي. هنا هبدأ بقى اعمل شوية طبق فول كده واوضبهم، وبعد كده بقى ايه اعبي الباقي في الاكياس.
عملت بقى الفول اهو، نحط عليه بقى الملح والفلفل الاسود والكمون والشطه اختياري وشويه زيت بقى وعصره ليمونه بقى، وننزل عليهم بشويه الطحينه اللي احنا عملناهم ليستاهلوا بقكم. طبعا سر جمال الفول ده من عم جمعه اللي قاعد جنبنا ده، هو اللي قال لي على سر الفول اللي بيعملوه في المطاعم. هبدأ بقى اعبي، جبت كوبايه كده وحطيت فيها الكيس عشان اعرف اعبي بقى الفول بتاعنا. طبعا على حسب زي ما انت حابه بقى عدد افراد اسرتك، هتحطي بقى كبشتين 3، انت عارفه بقى اسرتك بتحتاج قد ايه. هبدأ بقى اعبيهم في الاكياس كده وانزل ابيعهم في الشارع. ايه رايكم افتح بقى مطعم فول وطعميه؟ كده عبيت بقى الفول بتاعي وحبيت الطعميه وخلصت، والبطرمان الطحينه هو نشيله بقى نحتاجه. طبعا انتوا فاهمين سفرة رمضان ما تحلاش غير بالحاجات الحرشة دي بقى في السحور. مش قادرة اقول لكم بقى، مع شوية المخلل اللي انا قلت لكم ان انا عاملاهم في الفيديو اللي فات، طبعا اكيد شفتوه، واللي ما شافش الفيديو ان شاء الله باذن الله هسيب له رابط الفيديو في صندوق الوصف، خشوا اتفرجوا عليه واعملوا بقى شوية الحركات دي هتعجبكم قوي على السحور باذن الله. وبألف هنا على قلوبكم يا احلى اخوات في الدنيا. وقولوا لي بقى بتحبوا الفول والطعميه كده على السحور ولا احنا بس؟ عشان انا بقى اعتقد الناس كلها لازم نطبق الفول ده على السحور، ده حاجه اساسيه يعني جنب اي اكل بقى، بطاطس محمره شويه جبنه شويه بيض. وهنعمل مع بعض ان شاء الله السحور، واعمل لكم كده افكار حلوه للسحور باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. اكتبوا لي بقى في التعليقات رايكم ايه، وما تنسوش تحطوا اللايك، حطوا لي لايك كده حلو زيكم، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير جاية. باي باي.